بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أدردش معاكم شوية النهاردة في موضوع يمكن بالنسبة لي أنا مهم، يمكن بالنسبة لغيري مهم أو مش مهم. فده شيء يرجع لكل شخص، هو حر طبعا في تصرفاته، هو حر في طبعه، هو حر في حياته، هو حر مع اخواته، هو حر مع اهله. اتمنى نصيحة اخوية: لما تتعامل مع اي شخص في ماديات، كلامي واضح، كلامي واضح. لما تتعامل مع اي شخص في الماديات، تتعامل معاه ماديات، او ان كان ابن عمك، ابن خالك، قريبك، جارك، من العيلة، ابن بلدك، من بره البلد، اخوك، اختك، ايا كان الشخص ده بالنسبة لك هو ايه. اذا تدينتم بدين فاكتبوه عشان الموت والحياة. لو اخوك اتسلف منك، اخوك خد منك فلوس، اخوك قال لك اديني واديك بعدين والكلام ده كله، مضيه على ورق، مضيه على ايصال، مضيه على الكلام ده. خدوه ثقة مني. الواحد مش عايز يخوض في كلام كتير، وعاوز الناس تاخد فكرة او تتكلم وتقول لا انا شفت الحاجات دي بعينيا مع ناس كتير، يمكن شفتها معايا انا، شفتها مع غيري، عصرتها مع ناس كتير جدا. خلي بالكم، المخيدة حلوة جدا. يعني ان انا اخد في الاول بتبقى زي الفل، بتبقى ملاك، بتبقى بالنسبة له الملاك الطاهر، الملاك العفيف، السند، القوة، العزيمة بالنسبة له. لانه منافق، انسان مش كويس، انسان مش نظيف، انسان مش شفاف. انت بتتعامل معاه بكل ثقة وكل امانة وكل حرص، وهو بيطعنك في ظهرك، بيجي في الاخر بيرد لك الحلو بأسى. مش معنى كده ان انا معصي الناس على بعضيها، بالعكس، انا بقول لك دي نصيحة. انت عاوز تعمل بيها اعمل، مش عايز تعمل انت حر، حاجة ترجع لك. انا بقول لك اللي انا شفته قدام عينيا، اللي انا حضرته، اللي انا عشته. انا بحكي لكم على التجارب اللي انا شفتها، تجارب شخصية انا شفتها وعشتها وعاشرتها وشفتها. عشان خاطر ما نخسرش بعض، وعشان خاطر ما نزعلش من بعض، وعشان خاطر بكره وبعده ما نخسرش بعض، ونيجي على الاهل، ونيجي على نفسنا، ونيجي على عيالنا، ونيجي على كله. انت اعمل اللي تقدر عليه، يعني اعمل اللي يقدرك عليه ربنا، طول ما انت ربنا موسع لكم ويديك والكلام ده كله. بس الحاجات دي سجلها، الحاجات دي تتكتب بينك ما بينه في ورقه، لان هيجي بكره وبعد يقول لك ما حصلش وما فيش، والكلام الفاضي ده اللي احنا بنشوفه طبعا وبنعاصره. الزمن بقى زمن صعب، بقت ايام صعبه، بقت النهارده الحريم دخلت البيوت. ربنا يعافينا واياكم برضو. بيبقى في اقاويل وفي مشاكل وفي حاجات كتير. دي نصيحة من اخ، هتعمل بيها اعمل بيها، مش هتعمل بيها برضو انت ليك مطلق الحرية، ليك حرية الرأي، وليك حرية الاختيار، وليك حرية، ليك جميع الحريات ان انت تتكلم فيها. لو حضرتك شايف ان كلامي مش عاجبك، كأنك ما سمعتوش، شايف كلامي انت شفته وعصرته والكلام ده كله، اعمل لبكره وبعده، وخلي في حدود في التعامل، وخلي فوق ورق. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال: إذا تداينتم بدين فاكتبوه، عشان لو أنت مت أو هو مات، يبقى عيالك وعياله من بعده عارفين إن فيه ورق مكتوب. وبرضه هو ما يجيش بكرة وبعده يقول لك ما حصلش وما خدتش والكلام ده كله، وممكن ياكلك ويقول لك أنا أكلتك، وأنت تبقى شايله وتبقى عملت معاه المستحيل. وطبعا الواحد ما يقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانا وكل من جاء علينا. وربنا منتقم جبار. ربنا سبحانه وتعالى بيسيب الظالم، بيسيب الظالم بظلمه، وساعة بيديه الدرس بيكون درس قاسي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.